الكشكول الاخضر، قواعد وقوانين امل في التربيه. انا امل ندى، اخصائيه تربيه خاصه، وهساعدك عشان تبقي عرفتي تربي. لو ما شفتيش القاعده ال10 وال11 يبقى انت فاتك كتير جدا، عشان هيريحوكي ومش هيخلوكي توجعي في قلبك. وكمان شوفي بقيه القواعد بتاعت الكشكول الاخضر عشان هتسهلك عمليه التربيه. القاعده ال12 بتقول ايه؟ ما تعمليش عقاب واعملي عواقب. يعني ايه؟ تعالى اقول لك. العقاب لو حرمتي ابنك عن حاجه عشان ده عقاب، فهو كده هيقول ايه؟ بابا وماما ما بيحبونيش، على طول مستقصدني، ويعيش لك دور المظلوم. طب العواقب هتعلميه ايه؟ ان اي حاجه بيعملها غلط ليها رد فعل. زي القصه دي، لو هو كسر لعبه هتعاقبيه، هنقول له لو كسرت لعبه كمان مش هقدر اجيب لك لعبه الشهر ده، حافظ على لعبك عشان اقدر اجيب لك لعبه تانية. طب هنا هو هيتعلم ايه؟ هيتعلم المسؤوليه، ان هو يحافظ على لعبه، وان اي حاجه ممكن يعملها غلط ممكن يكون ليها عواقب، والعواقب دي هو رد فعل من نفس الحاجه اللي هو عملها. يعني هو مثلا كسر لعبته، فانت قلتي له خلي بالك لو كسرت لعبه تانية مش هقدر اجيب لك لعبه الشهر ده عشان انت مش محافظ عليهم. فانت هنا عملتي عواقب، ما عملتيش عقاب، ما حرمتهوش. في فرق ما بين الاثنين، خلي بالك. فهنا هيبدا يدرك ان رد الفعل ده ناتج عن الفعل هو عمله، فيبدا يحس بالمسؤوليه، فمش هيزعل من ماما ومش هيحس ان ماما ايه جايه عليه. عرفتوا الفرق ما بين الاثنين؟ دي النقطه ال12 في قواعد الكشكول الاخضر. طيب النقطه ال13 ايه؟ انك تسمعي ابنك وبلاش حته الالزام ارجوكي. بطلوا شويه الالزام يا بابا ويا ماما، بطلوا فكره اعمل ده ما تعملش كده، انا قلت لك كم مره انك ما تعملهوش. الالزام الامر في حد ذاته. تخيلي كده لما جيت اقول لك ايه؟ انت ما عملتيش ده ليه؟ روحي اعملي ده. ولا لما اجي اقول لك ايه رايك تعملي كده عشان كان احسن كذا، وتبداوا يبقى في لغه حوار ما بينكم. النقطه ال13 مهمه جدا. قللوا شويه الاوامر والالزام واسمعوا وخلوا الحوار في نقاش ما بينكم، وده هيفيدك جدا في مرحله المراهقه. فمن الاول اتعودي عليها عشان ابنك وهو صغير يكون متعود على لغه حوار، فلما يكبر ويكون في سن مراهقه يبقى في لغه حوار وتقدري تصاحبيه بشكل كويس.